قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. خلص اليوم والكل مبسوط وكل واحد رجع بيته، وتاني يوم في المستشفى ملك دخلت المكتب عند عايزة ولقت عمر معاه. ازيك يا دكتورة؟ والله ما في عمل. اقعدي. مش عارفة انت بتتضايق ليه؟ طب بذمتك في حد بيضحكك غيري؟ بصراحة لا. شوف، اشكرني بقى ويبقى كتر خيرك قوي لو هدية مع الشكر. يبقى كده اتعشت خالص. بس كده من عيني. حاضر يا ست ملك. عمر بديه وهو متضايق من ملك علشان بتهزر مع عايزة. ممكن ندخل في الموضوع؟ تمام. التحليل الشهري دي مبشرة جدا، واعتقد ان خلاص قريب جدا هتخلصوا من الكابوس ده. بجد يا دكتور؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. وعلشان الأخبار دي وانتوا كمان بقالكوا فترة تعبانين وملتزمين ومش بتخرجوا، أنا قررت أكافئكم. أيوة بقى دكتورنا اللي مدلعنا. سيب الدكتور يكمل. اتفضل سيبها يا عمر. على العموم يا ملك هي مش مكافأة أوي، هو تكملة علاج. عايزة أثبت حاجة في رسالتي. قول كده بقى. فيران التجارب بتوع حضرتك، هو مفيش ربع ساعة جد معاكي؟ مفيش. حضرتك عايز تعمل ايه؟ انا ملاحظ ان حالتكم النفسية حلوة جدا، وهي اللي خلت الحالة في تقدم الفترة اللي فاتت واكتر من العلاج كمان. وانت وملك الفترة اللي فاتت حالتكم النفسية كانت كويسة، وكمان ملك كانت متقبلة العلاج وعندها يقين انها هتخف. وانا محتاجة الفترة اللي جاية دي نفسيتكم تتحسن اكتر، علشان ان شاء الله دي اخر مرحلة، وده مش هينفع واحنا في المستشفى. لازم تغيروا جو، وعلشان كده قررت نسافر سوا زي ما تقول رحلة علاج كده. وهنروح فين يا دكتور؟ أسوان؟ الله. كمل يا دكتور. المهم هنسافر أسوان علشان حالتكم وعلشان علاجكم. هناك المكان هيبقى أفضل ليكم، بس أهم حاجة تسمعوا الكلام وتحافظوا على التعليمات وبلاش مجهود، لأن علاج الفترة دي هيبقى تقيل أوي. سمعي ملك، عيب عليك والله يا دكتور. هو في زيي وفي انتظامي وسمعان كلامي؟ ثم إن أسوان مش ذوقي خالص. الله يبشرك بالخير. انت كده قلقتيني أكتر. عمر عينيك عليها. حاضر. السفر بعد يومين، تقدروا تتفضلوا. خرج عمر وملك، وأول لما خرجوا عمر شدها من إيديها ودخل أوضتها ورماها على السرير. ملك بخوف، في ايه؟ ممكن افهم حاجة واحدة؟ ايه الهزار اللي بتهزري مع الدكتور ده؟ بتهزري اصلا ليه معاه؟ في ايه يا عمر؟ ما هي دي طريقتك دي كانت قبل ما نرتبط. دلوقتي محدش ليه الحق يشوف ضحكتك غيري، ولا حتى توافي معاه وتبتسم. انتي ليا انا وبس. استهدى كده بالله يا عسل. هدي اعصابك كده وخلينا نتفاهم. اولا مين دول اللي ارتبطوا؟ ثانيا انا ما بحبش الطريقة دي، انت عارفني وانا كده. ثالثا بقى ودي الاهم، انا مش بكلمك بعد اللي عملته. طيب اسمعي بقى، من يوم ما انا حبيتك وانتي حبيتيني بقيتي بتاعتي ومرتبطة بيا غصب عني. وطريقتي اللي مش عاجباكي دي ده علشان بحبك وبغير عليك. ثالثا بقى انا اسف على اللي عملته. انا ما كنتش قادر امسك نفسي بعد ما اعترفتلي بحبك وانتي قريبة مني. ملك زقته وقالت وهي بتخرج، قليل الأدب على فكرة. وبعد شوية رجعت أوضتها وكلمت مي جيلها هي وآدم. ايه يا حبيبي، عاملة ايه؟ الحمد لله. ما بتسألش ليه؟ انت والندلة دي خلاص اتخطبتوا ونسيتوني؟ مصورة واتفتحت؟ ما تهدي شوية يا حبيبي، ما تقوليش كده. انتي حياتنا كلها. ما هو باي بنت انتي بتستعبطي. مش كنا عندك امبارح وأول امبارح؟ بتدلع عليك يا دوم. شوفي البيت، كنت محتاجة حاجة يا ملك؟ ملك بدأت تحكي لهم على اللي الدكتور هيثم قالهولها. يا حبيبتي ألف مبروك، أخيرا. الحمد لله. خلاص بكرة شنطتك تبقى جاهزة، ما تقلقيش. أنا هروح أسأل على عمر وإحنا هنستناك تحت. وملك حكت لمي على اللي حصل
يا نهار اسود، بسك؟ ايوه، وازاي تسكتيله؟ اتفاجئت وحاولت ابعد عنه بس معرفتش، فضربته ومشيت. ده انتوا قعدتكم مع بعض خطيرة. انا كمان حاسة كده. قاطع كلامهم دخول ادم وعمر. بتنموا على مين؟ اخصى عليك يا دوم، هو احنا وش كده؟ انتوا وش كده ونص. ادم، عيون ادم. يوه، هنبدأ محنا اهو. صح يا عمر، عايزين نخلص الشغل قبل ما تسافر. ما تقلقش، هحاول اخلص النهاردة وبكرة هقابلك في الميعاد. ميعاد ايه؟ يخرب بيت الفضول. اسكتي كده. طيب قوم. قعدوا مع بعض، وأول لما مشيوا دخلت ملك أوضتها، وبعد كام ساعة عمر دخل لها. ملك، نعم؟ ليه زعلانة مني؟ بجد انت بتسأل يا عمر؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ انا اسف يا ست. اسف بس؟ طيب اقولك ايه تاني؟ بصراحة مش هوعدك واقولك مش هعمل كده تاني، علشان انا بحبك، وممكن اوقات ما اقدرش امسك نفسي، ولما اوعدك ما اقدرش اخلف بوعدي، بس اللي اقدر اوعدك بيه هو ان احافظ عليكي بقلبي وروحي، وهساعدك لحد ما ربنا يتمم شفانا. طيب يا عمر، وعايز ايه دلوقتي؟ تساعديني. عايزة اخلص الشغل ده، والمقابل مادية فوق ما تتخيل. نخلص بس واعملك اللي انتي عايزاه. تعالى نقعد في البلكونة. وقعدوا في البلكونة، وكل واحد جاب اللاب بتاعه، وملك جابت لكل واحد عصير. ما بلاش عصير، ونشرب قهوة أحسن. والله يا ريت، بس بلاش علشان ما نتعبش. المهم، أنا هترجم دول وبعدها هساعدك في اللي معاك. طيب يلا. بدأت ملك تترجم باحترافية، وكانت مبسوطة لأن دي أكتر حاجة بتحبها. ملك اكتب الإيميل ده بس بالإيطالي، هخلص اللي في إيدي الأول. وقعدت ملك تكمل شغل، وفضلت أكتر من ساعتين. وأول لما رفعت عينيها شافت عمر مركز معاها. ملك باستغراب، مالك؟ في ايه؟ شكلك حلو أوي وانتي مندمج، بقالك أكتر من ساعتين شغالة، ما مليتيش ولا تعبت، بالعكس انتي الابتسامة ما راحتش من على وشك، وخلصتي في وقت قياسي علشان بحب شغلي بجد. بابا فرحانة جدا وانا بترجم او بكتب اي لغة انا عايزاها، لدرجة ان من سنتين كان العربي بتاعي مكسر وبتكلم كلام كتير غلط ومش عارفة اقول ايه للدرجة دي واكتر. المهم، انا هقوم اعمل لنا سندوتشات علشان ناخد العلاج. ماشي. دخلت ملك عملت سندوتشات وحضرت جنبهم شوية سناكس. يا سلام، ايه ده كله؟ مدلعاك على الاخر اهو. يباركلي فيكي يا حبيبي. احم. طيب كل بقى علشان ناخد العلاج. اتعشوا وخدوا العلاج ونسيوا الشغل اصلا، وفضلوا يتكلموا مع بعض. ايوه مش فاهم، يعني ايه ما كنتش بتصاحب حد؟ عادي، ما كنتش حابب، كنت حاسس ان الصحاب عطلة في حياتي، وانا كنت عايز انجح وافرح امي بيا. مش صح على فكرة، انا عندي صحاب كتيرة اوي وما تعطلتش اهو، وشاطرة في مجال. تصدقي ندمت ان انا ما صاحبتش حد. في الفترة دي حسيت اني لوحدي، مش عارف اعيش لمين، ما فيش حد حاسس بعدم وجودي. انتي خليتيني اعرف معنى الصحاب والتجمعات، لما خليتيني صاحب الناس اللي هنا ونسوني اي هم واي مشاكل. الصحاب بتخلي الايام تمر وما تحسيش ان الايام زي بعضها. طيب حلو، علمتك حاجة للزمن علشان تفتكرني بيها. انتي علمتيني اهم حاجة يا مال. وايه هي؟ الحب يا روحي. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.